الرجوع إلى الله هو الحل الوحيد قبل فوات الأوان. وأقول لكل مسلمة: كونك مسلمة فأنت مطالبة بالاحتشام والستر. أما مسألة الدين في القلب وقلبي بيض وربي عالم بنيتي، هذه لا علاقة لها بلبسك الواسع. وعدم تبرج واجب، سواء كان قلبك أبيض أو أسود أو أخضر. فهل تقبلي أن تكون في قبرك السيئات جارية عليك؟ فهل حينئذ سينفعك الجمهور؟ بالطبع لا، سينفعك عملك الصالح وأنت مسلمة، وقد أكرمك الله بنعمة الإسلام. فلا تهمل هذه النعمة، الدنيا فانية. وكلامي لكل أخت: ستر راسك بنت الناس بلا ما يغرك هادوك اللي كيتعراو وكيديروا راسهم عايشين السعادة. والله ما كاين شي سعادة بمعصية الله. الموسيقى تنشر الرذيلة وتساهم في انحراف الشباب والفتيات بأغانيكم وسهراتكم، فما تفعلونه ستسألون عليه أمام الله، فاستعدوا للحساب. اسمحوا لي الإخوان والأخوات، أتمنى الخير للجميع والثواب قبل فوات الأوان.